ممارسات إحنا بنمارسها سواء على مستوى التفكير أو على مستوى المشاعر والأحاسيس الضمنية والغير ضمنية، بتؤدي إلى نجاح علاقتنا بالآخرين، سواء الآخر هذا كان شريك أو صديق أو حتى ابن أو بنت. لقينا إنه أكثر الناس اللي نجاح علاقاتهم ناجحة ومطولة كده هم الناس هم منظورهم للعلاقة إيجابي، بيعطوا الشريك خصوصية وبيسمحوا له يتحرك في مساحته، بيعطوه مساحة حرة وبيعطوه مع المساحة خصوصية، يعني أنا مش مسيطر عليك. وكمان بيساعدوا الشريك على التطور وبيتجنبوا النقد، وبيسعوا دائما إنهم يفكروا مع الشريك في الحلول أكثر مما إنهم ينقدوا تصرفات الشريك. الناس اللي بيمارسوا هاي الاستراتيجيات أو هاي الطرق في العلاقة تلاقي علاقاتهم أطول، تلاقيهم بيتمتعوا بصحة نفسية، وبتلاقيهم سعداء نوعا ما مقارنة في الناس اللي ما بيمارسوا هذه الاستراتيجيات.